السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تشوفي أسنان طفلك بالشكل ده عايزك ما تتخضيش. أمهات كتير لما بتشوف المنظر ده بتفتكر إن ابنها عنده أسنان زيادة وبتيجي تطلب تخلعها، وبيكون في اعتقادها إن الأسنان الزيادة دي هي اللي طالعة من ناحية جوه. نلاقيها بتشاور لنا على الأسنان دي، الأسنان اللي من ناحية جوه دي بتكون فاكرة إن دي أسنان زيادة ومحتاجة تتخلع. أولا لازم تكوني عارفة إن اللي بتشاور عليهم دول أسنان دايمة، يعني لو اتخلعوا مش هيطلعوا تاني أبدا. طب إيه المشكلة ديت؟ إيه اللي بيكون حاصل أصلا؟ خلينا ناخد فيو يكون أوضح شوية. ببساطة الأسنان اللبنية، خصوصا السنتين اللي في النص في الفك السفلي، السنتين دول المفروض بيجي ميعاد تبديلهم اللي هو في رينج 6 سنين، ونبص نلاقيهم ما تبدلوش، بيفضلوا في مكانهم. بنسميهم retained deciduous teeth. retained أو over retained بمعنى إن الأسنان في مكانها مش عايزة تتبدل. طب إيه اللي بيحصل؟ الأسنان الدايمة لازم تشوف لها حل، فبتكون ناحية الداخل، بتكون من جوه، بتكون مكانها الوضع بتاعها بيكون ورا السنان دول الاتنين اللي في النص، السنتين اللبنيين يكون وراهم السنتين الدايمين دول فيطلعوا ورا منهم. طيب احنا في حالة زي كده نتصرف ازاي؟ المفروض ان احنا نخلع السنتين اللبنيين دول. السنان اللبنية دول هما اللي يتخلعوا، انما دول ما يتخلعوش، دول يفضلوا موجودين عشان مش هيتبدلوا تاني. فالسنتين دول هما اللي المفروض هما اللي هيكونوا محتاجين خلع. طيب خلعناهم، ايه اللي هيتم بعد كده؟ ما هو السنتين الدايمين ناحية جوه قوي هيفضلوا كده على طول؟ لا طبعا. ليه؟ لان هما مكانهم ده هما كده في المكان اللي المفروض اللسان بيجي فيه. احنا هنا اللسان راجع لورا، بس مكان اللسان ان هو بيوصل لغاية هنا، فاللسان هيفضل يزقهم لقدام عشان يوصلوا للمكان بتاعهم. يعني لو بصينا على الصورة دي، لو تلاحظوا كده وضع الأسنان بيتحكم في العضلات المحيطة بيه من الداخل ومن الخارج. من الداخل لو بصينا ده اللسان، هنا اهو برضو ده اللسان. طب ومن الخارج عضلات الشفايف. فلو السنان دي داخلة لجوه زي الحالة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي، فاللسان يروح مطلعهم لبره لغاية ما يوصلوا للوضع النيوترال، بنسميه نيوترال زون أو المنطقة اللي فيها تعادل ما بين القوة اللي جاية من اللسان والقوة اللي جاية من ناحية الشفايف. وبالتالي وضع الأسنان يتظبط ويكون في الوضع الصحيح بتاعه.